السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هوضح طريقة الخياطة اليدوية. الخياطة اليدوية ديت أنا بستعملها لما يكون ما عنديش مكنة، لما يكون بخيط قطعة ملبسية مش راضية تمشي على المكنة، الإبرة بتاعت المكنة ما بتمشيش عليها، جرسيه، حراير، وأنا محتاجة القطعة إن أنا ألبسها، فأنا بخيطها خياطة يدوية. والخياطة اليدوية ديت كانوا بيستعملوها زمان قبل ما المكنة تطلع، فكانوا بيخيطوا الملابس بإيديهم. هنشوف ازاي. الخياطة اليدوية بتكون على طبقتين، يعني أنا لو عندي بلوزة أو فستان أو أي قطعة ملبسية بيكون عندي أمام وخلف، يعني على قطعتين وبخيطهم ببعض، بثبتهم ببعض. أنا عاملة عينة هيت للخياطة اليدوية بلون مخالف، وعاملة عينة تانية بنفس لون القماش. المفروض لما أجي بخيط بنفس لون القماش عشان ما يبقاش الخيط باين. هنشوف ازاي الخياطة اليدوية. بجيب أنا الخيط والإبرة وبثبت الغرزة بعمل غرزتين فوق بعض. طبعا الخياطة اليدوية بتتعمل بخيط الخياطة، خيط المكنة، ولكن انا بعمل العينة بلون مخالف علشان تكون واضحة، وبعملها بالخيط الكوتون برليه علشان تكون واضحة. ثبت الخيط بعمل غرزتين، بطلع الخيط وببدأ عمل الغرزة. الخيط بتاعي بيكون لأسفل مش لأعلى، وبشتغل الغرزة باجي من اليمين اوديها لليسار، من اليمين الى اليسار، باخد حوالي 2 أو 3 مللي من الخيط واطلعها من نفس الخيط اللي هو اللي قدامي ده بتاع الابرة بالشكل ده. اخد تاني 2 أو 3 مللي الخيط لأسفل، 2 أو 3 مللي، واطلعها من نفس مكان الخيط. ألاحظ إن الخياطة اليدوية هي عبارة عن غرزة الفرع المركبة، ولكن غرزة الفرع بشتغلها للتطريز، بعملها على القماش بيكون طبقة واحدة، ولكن غرزة الخياطة أو التمكين بعملها على طبقتين من القماش، لأن بخيط بيها أمام وخلفه مع بعض. ولما اوصل لنهاية الخط بالشكل ده، خياطة الخط الجنب او الكتف او القطعة اللي انا بخيطها، بيكون عندي علامة ماشية عليها وخلصت. بنزل الابرة على بعد برضو 2 أو 3 مللي زي ما انا بشتغل، واثبت غرزة الخياطة اليدوية بعمل غرزتين فوق بعض، وكده أكون انتهيت. وده شكل الخياطة اللي هي اليدوية، هي نفسها خياطة الفرع المركب. والسلام عليكم ورحمة الله.